فصل لربك وانحر. صلاة العيد يا جماعة، وخاصة من مسجد الأزهر. صراحة أول سنة ليا إن أنا أصلي العيد هنا في القاهرة. العيد، خلينا نبدأ صلاة العيد وإحنا حاليا موجودين ما بين مسجد الحسين ومسجد الأزهر. مميز هنا في مسجد الأزهر كل ما تبص حواليك تلاقي جنسيات كتير مختلفة عامة يعني. العيد في القاهرة صراحة مختلف جدا، بهجة فرحة كده في كل مكان. يعني احنا كده خارج يعني في الساحة الخارجية بتاعت الأزهر، لأن خلاص يعني جوه العدد اكتمل. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. احنا كده في الساحة الخارجية، ما بالك جوه. أنا ما عرفتش أدخل جوه لأن الأجواء زحمة عامة يعني. هو دلوقتي فاضل بالتحديد 10 دقايق والصلاة تبدأ، بس زي ما احنا شايفين كده في ساحة المسجد كله ملان سواء بره أو جوه. صراحة الأجواء هنا مختلفة، خاصة كده الناس فرحانة في كل مكان، في حاجة مميزة عامة يعني. الله أكبر، الله أكبر. كده حاليا بعد ما خلصنا الصلاة، خلينا بقى تعالوا نشوف الأجواء خارج المسجد سواء في الحسين أو في المعز. أكبر، الله أكبر، لا. هو أفضل حاجة حصلت لي دلوقتي في اليوم إن أنا قابلت أخويا أبو زيد، حبيبي والله يا أبو زيد. دلوقتي حاليا أنا داخل نفق الأزهر، ومن نفق الأزهر هبدأ أتحرك أعدي على مسجد الحسين. خلينا نلحق كده نشوف الأجواء هناك ممكن شكلها بيكون عامل إزاي. صراحة الأزهر كان بهجة وحاجة كتيرة مختلفة، فتعالوا نشوف كده في الحسين. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله. هو بالتحديد كده يا جماعة أنا قدام مسجد الحسين، فزي ما انتم شايفين كده مفيش مكان أصلا تقدر تتحرك منه أو تمشي فيه. ناس في كل مكان سواء في الحسين أو سواء في مسجد الأزهر. الوضع ما اختلفش كتير عامة. الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. طبعا ما كانش فيه غير حل واحد عشان نقدر نهرب من الزحمة ديت، ان احنا ندخل شارع خان الخليلي. فسواء من عند الأزهر لحد الحسين صراحة ما تقدرش تتحرك، ما تقدرش تتحرك خالص من كتر الزحمة. لكن بقى في الشوارع الجانبية زي ما احنا في كده في خان الخليلي الدنيا فاضية جدا يعني. خلينا دلوقتي بقى نخرج على شارع المعز. المعز برضو يعني ايه الأجواء فيه هادية، تقدر تتحرك براحتك. لسه بقى شوية كده على ما كل الناس اللي في سواء في الأزهر أو في الحسين بقى يخرجوا هنا. لا الشارع ده طبعا برضو مش هتقدر تتحرك فيه. بس صراحة هنا تجمع العائلات حاجة كويسة جدا. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ومن المساجد الجميلة والمميزة هنا في شارع المعز هو مسجد الحاكم بأمر الله اللي هو ورايا ده. فهنا برضو صلاة العيد فيه مختلفة جدا، فزي ما انتم شايفين كده تجمعات الناس في كل مكان. طب خليني اقفل معاكم الفيديو من هنا من ورا بوابة الفتوح. كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى مبارك. وخلينا نكمل باقي العيد على الأهل والأسرة، لأن العيد بدون الأهل والأسرة ما يبقاش عيد تماما يعني. فكل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى مبارك.